تخيل هالليلة كانت آخر ليلة لك بهالدنيا، شو أول شي رح تعمله؟ مين اللي رح تتمنى تعتذر منه؟ وأي ذنب رح يقتلك الندم عليه لأنك ما تركته، خصوصا بهالأيام العظيمة هي اللي أقسم فيها رب العالمين كما ورد في سورة الفجر، إذ يقول الله عز وجل: والفجر وليال عشر. هي مو أيام عادية، هي آخر أيام من 10 ذي الحجة، قبل يوم عرفة، اليوم اللي أبواب الرحمة والعتق من النار مفتوحة ويمكن ما تتكرر معنا مرة تانية. المشكلة إنه كتير ناس عايشة وكأنه الموت بعيد والعمر مضمون، مع أنه الله عز وجل يقول في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بيوم من الأيام رح يسكت كل شيء، ولا منصب رح ينفع، ولا مصاري رح تحمي، ولا ناس رح تدافع عنك، ويبقى بس عملك، نيتك، وحقوق العالم يلي كسرتها بإيدك، يلي ظلم، يلي خان، يلي كذب، يلي أكل حرام، يلي جرح قلوب البشر ومشي ومفكر إنه الدنيا نسيت. لا تنسى أنه رب العالمين كما ورد في سورة الزلزلة حيث يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا أخي، الموت ما بيستأذن حدا. رب العزة نوه في سورة النساء بقوله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كم واحد نام وهو عم يضحك وما صحي، وكم واحد كان مخطط لبكرة واندفن اليوم. الدنيا مو مضمونة والعمر مو عقد إيجار. صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. طبعا برواية البخاري. يعني يمكن بهالأيام استغفار صادق يغير حياتك، يمكن ركعتين بآخر الليل بيمحوا سنين ذنوب، يمكن دعوة بيوم عرفة تفتح لك باب النجاة أنت ما كنت تتخيله. فإذا بينك وبين الله ذنب توب، وإذا ظلمت حدا اعتذر، وإذا كسرت قلب جبره قبل ما تروح الفرصة، لأنه اللي رح يجي اليوم إذا رح تتمنى ترجع دقيقة واحدة بس، صدقني، مشان تقول يا رب سامحني. يقول الله عز وجل في سورة المؤمنين: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. اللهم بلغنا يوم عرفة بقلوب تائبة، وأحسن خاتمتنا، ولا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين. اللهم آمين. دمتم في حفظ الله ورعايته.